By the gods, what's happened here? السلام عليكم يا جماعة، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لنا النهاردة. انا وليد زايد، وان شاء الله في فيديو النهاردة هوريك ازاي تحل اكبر مشكلة بتقابل مستخدمين رايزن، اللي هي مشكلة الحرارة، وبالذات اللي بيشتغلوا بالستوك كولر، الكولر اللي بينزل من الشركة مع البروسيسور. في البداية لو مش مشترك معانا يا ريت تشترك معانا وتفعل الجرس وتضغط لنا لايك وتشير الفيديو عشان الكل يستفيد. ممكن واحنا بنلعب اي جيمز او بنعمل اي اديتنج او بنعمل مونتاج او بنعمل اي ريندر او لود على البروسيسور، بنلاقي البروسيسور نط من ال70 وصل ل80 و90 وممكن يوصل 95 كمان، وفي الوقت ده بيثبت على 95 لان هو بيبدا هو من نفسه كنظام حمايه نازل فيه ان هو يعمل حاجه اسمها الثروتلينج، يحمي نفسه بنفسه عشان ما يتحرقش. طب ايه هو الثروتلينج؟ هو بينزل من ادائه تلقائي حوالي الربع مثلا او ازيد من الربع. طب احنا عايزين نمنع الكلام ده كله ونحافظ على البروسيسور، لان خطر اصلا ان البروسيسور يزيد عن ال 85. يعني 85 دي اعلى حاجه المفروض توصل لها. في ناس بتوصل ل 86 وبتوصل ل 90 عادي ومش حاسه بحاجه، وفي ناس ما بتبقاش واخده بالها اصلا، وفي ناس تانية بتبقى واخده بالها ومش عارفه تحل المشكله. ففي الفيديو ده انا هوريك ازاي تحل المشكله دي. قبل ما نحل المشكله لازم نعرف ايه سبب المشكله. اول سبب للمشكله ان الكولر اللي جاي من الشركه مش قادر يبرد البروسيسور كفايه، فالبروسيسور طبعا بيوصل للثمانينات وخمسة وثمانينات وتسعينات وممكن بيوصل للخمسة وتسعين. تاني سبب معانا ان اي بوردة بتيجي AMD فيها حاجة اسمها بريسيجن بوست. البريسيجن بوست دي بتعمل حاجة زي كسر سرعة تلقائي محدود شوية. يعني مثلا بروسيسور زي ال 3600 اللي انا عامل لك عليه التجربة النهاردة، ده البيس كلوك فيه 3.6 جيجا هرتز والبوست كلوك 4.2 جيجا هرتز. البوردة من تلقاء نفسها بترفعه ل 4.2، وبترفعه ازاي؟ بتديله فولت زيادة، والفولت ده بينتج عنه حرارة زيادة، والمبرد اصلا اللي راكب على البروسيسور مش قادر يبرد الكلام ده كله. يوصل البروسيسور ان هو يعمل ثروتلينج لما يوصل ل 95. الثروتلينج ده ممكن ينزل ل 2.8 جيجا هرتز او 2.7 جيجا هرتز عشان يقدر يحافظ على نفسه. هتقولي طب ايه حل المشكلة دي؟ اقول لك حل المشكلة دي اول حاجة يا اما تغير الكولر، وطبعا كلنا مش هنعمل الكلام ده لان كله طالع من التجميع مفلس. تاني حل ان احنا هنقفل البوست بتاع البروسيسور من البوردة. هنقفله ازاي؟ في ممكن ان احنا نعملها من برامج ونحدد له سرعته زي الرايزن ماستر، ودي ما برجحهاش لان كل ما هتعمل ريستارت للجهاز هترجع تعيد تاني الموضوع. وفي ممكن نعملها من البايوس، ودي الاحسن والافضل، زي بالظبط ما بتفعل الاكس ام بي او الاكس 3 ميموري بروفايل، تعملها مره واحده وتسيبها وخلاص. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، ونشوف قبل التعديل وبعد التعديل درجات الحرارة بقت عاملة ازاي. قبل اي حاجة لو انت مش مشترك معانا في القناة يا ريت تشترك معانا في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك وتشير الفيديو عشان الكل يستفيد. ويلا بنبدأ. اول حاجة كده نفتح السينابنش R20 وهنفتح برنامج الهاردوير انفو وهنخليها سنسور اونلي، وهنبدأ نعمل تيست. ونتابع درجات الحرارة هتوصل لكام. هنلاقي هنا في الفولت هو باعت للبروسيسور، البوردة بتدي البروسيسور 250 256، وده عالي. درجة الحرارة في ثانية وصلت 92.5، وده أكبر غلط. المفروض أصلا إن احنا ما نكملش التيست. ده الطبيعي إن احنا ما نكملش تيست لو بالطريقة دي، يعني بدرجات الحرارة دي غلط، والمفروض ما نكملش التيست. ده هنا الثروتلينج اهو، ده الثروتلينج اللي أنا بقول عليه، ان البروسيسور اول ما هتعلى درجة حرارته هيبدأ ينزل في الكلوك بتاعته عشان خاطر يحافظ على درجات الحرارة. هو شغال 85%. هنا البروسيسور وصل ل95 زي ما احنا شايفين، 95.3، كده حلو اوي. ده قبل اي حاجة، قبل ما نعمل اي حاجة. طب لو جينا نجرب مثلا اللعبة ونشوف البروسيسور هيوصل معانا لكام. اساسين كريد اوديسي من اكتر الالعاب اللي بتضغط على البروسيسور، فانا عايز اشوف برضو ايه ضغطها، هيوصل البروسيسور اللي معانا لكام.
Not so fast, Roach. طبعا بعد ما دخلنا على البايوس، يا ريت يفضل يعني انك لو عامل اي تعديلات في البايوس تعمل ريسيت للبايوس عن طريق الاف 6. تمام. هنيجي هنا اول حاجه هنفعل الاكس ام بي اللي هو اكستريم ميموري بروفايل اللي بيدي رامات اعلى سرعه عليها، سواء كانت 3200 او 3600 على حسب الرامات ونوعها. هنيجي تاني حاجه هنا في هاردوير مونيتور، هنيجي على السي بي يو فان وهنعمل اول فول سبيد وهنطلع منها. يا ريت تمشي معايا خطوه خطوه لان مش عايزك تنسى خطوه او تعمل خطوه قبل التانية. هنيجي على الاو سي الاوفر كلوكينج وهنخش في ادفانسد سي بي يو كونفيجريشن، وبعد كده AMD CBS، وهنيجي على كور بيرفورمانس بوست هنعمل لها ديسيبل، وبعد كده هنطلع بره وهندخل في AMD اوفر كلوكينج وهنعمل بريسيجن بوست هنعمل لها ديسيبل. هنطلع بره في الاو سي مود وهنيجي على او سي اكسبلور مود وهنعملها اكسبيرت، والسي بي يو راتشو ابلاي مود هنا لو مش معموله اول كور هنعملها اول كور عشان يبقى الشغل كله التعديل على كل الانويه مش نوع واحده. وهنيجي في السي بي يو راتشو هنا هنعملها 39. بالنسبه للناس اللي بتشتغل بال 5600 اكس او ال 5800 اكس ممكن تقفل على 40 او 41. ولحد هنا كده ما نعملش حاجه تاني خالص غير اننا نسيف. بندوس F10 عشان نسيف، هنلاقي هنا التعديلات كلها اللي عدلناها سواء الفان او الاو سي اكسبلور مود من نورمال لاكسبيرت او السي بي يو راتشو من اوتو ل 39 والاي اكس ام بي كان ديسيبل عملنا بروفايل 1 وبرسيجن بوست عملنا لها من اوتو لديسيبل وندوس يس. طبعا بعد ما عملنا التعديلات بتاعتنا هنبدأ نجرب تاني. نفتح سينا بنش وهنفتح HW for info وصل معانا لل80. أعلى حاجة وصل لها معانا هي ال80. طب نجرب في الألعاب، نفتح لعبة ونشوف. يعني فرق في درجة الحرارة الفرق كبير، يعني من 85 ل67 ودخلت في لو كنا كملنا شوية كانت زادت، ونفس الاستهلاك والبروسيسور قافل معانا على 3.9 جيجا هرتز مستهلك 30%. لما نيجي في أساين كريد هنلاقي ان البروسيسور مستهلك 27% او 30% على 3.9 جيجا هرتز، ودرجة الحرارة 67. يوم ما يبقى ماكسيموم هيوصل ل70 معانا وبيقل كمان. Guess this is the vineyard. Straight ahead. هي ثابتة على 67. مزيدش على 67. جابت 68 ورجعت.
هي عمرها اصلا ما هتقفل 70 او مش هتعدي 70. لو قفلت 70 مش هتعديها يعني هي ما بين 67 و 68. By the gods, what's happened here? انا رحت فين؟ كده يا جماعه نكون وصلنا لاخر الفيديو، واتمنى ان يكون كل اللي شافنا استفاد من الفيديو ده، واتمنى لو استفدت تكتب لي في التعليقات كانت درجه الحراره عندك كام قبل التعديل، وبعد التعديل وصلت لكام. وما تنسوش تدعمونا باللايك وتشيروا الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله باذن الله. كان معاكم وليد زايد، مع السلامه.